And it goes a little something like وقبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله. هسيب لكم رابط كوي والانستا في صندوق الوصف. ما تنسوش تدعمونا بميزة التشكرات تحت الفيديو. يلا نبدأ فيديو النهارده مع بعض. الجزء التالت بيبدأ لما بيمشي لينج وبتقع منه صورتهم وبتمسكها وبتلاقيها متطبقة عليهم هما الاتنين، وبتتصدم وبتفهم ان لينج واقع في حبها. وتاني يوم بتركب أليكس العربية وهي فرحانة جدا، لكن بتلاقي بنت غريبة راكبة وبتكون صديقة أم لينج، وبتتضايق أليكس وبتنزل البنت وبتتقرب من لينج. ولما بتشوفهم أليكس بتغير جدا عليه وبتروح تشد الكتاب من ايده وبتطلع صورتهم وتقوله أنت تحبني، وتقبله وتقوله من الآن فصاعد أنت ليا أنا. وبتبص للبنت وبتقول لها أنتي، وبتتغاظ وبيبتسم لينج تاني. وتاني يوم في المدرسة بتقف أليكس تشرب مية وتسيب الإزازة وبياخدها لينج وبتلف هي تقوله في الواقع ما حدث أمس. وبتتصدم لما بتلاقيه بيشرب مكانها. هو بيقول لها لقد انتهت الزجاجة، سأذهب وأشتري غيرها. فبتبص جنبها بتلاقي البنت اللي معجبة بيه جاية، فبتقوله انتظر. وبتاخد الإزازة وبتقوله اعتقد ان المرتبطين بيكون بشرب الماء هكذا. وبتشرب وبتقبله قصاد البنت اللي بتتغاظ وبتمشي وبتضحك. وبيضحك أليكس في السوبر ماركت وبيكون لينج بيشتري مثلجات وبيقول لها ماذا تأكلي، لكنها بتكون مش مركزة معاه اصلا. وبتلف الناحية التانية تلاقي البنت جاية، فبتلف وبتاكل الايس كريم بتاعه. وبتصدم لينج جدا وهي بتقوله ان هي حقا لذيذة. وبتتغاظ الفتاة جدا وبتبصلها أليكس. وبالليل بتوقفها البنت وبتقول لها هل من الممتع إظهار حبك أمامي كل يوم؟ فبتسكت أليكس وبتحاول إن هي تمشي، لكن البنت بتمسكها وبتوقفها وبتقول لها هل اكتشفت أنني أقترب من أم لينج لذلك تحاولي سرقة لينج مني الآن؟ أنت لا تحبيه حقا أليس كذلك؟ فبتقول لها أليكس نعم حقا. فبتبص البنت جنبها وتقوله لينج هل سمعتها؟ وبتتصدم أليكس إن لينج موجود أصلا، وتبصله وتقوله لينج انتظر سأشرح لك. وترجع للوراء وهي خايفة جدا وتقوله لينج انتظر، وتكون هتقع. فبيلحقها لينج في حضنه ويقول لها ازاي تريدي الهروب بعد ما قمتي باستخدامي. وبيبان ان لينج كان مخطط لكل حاجه وهو اللي وصل أليكس لهنا. ويقول لها لتكن تلك هي مكيدة العام، كيفية الامساك بالفتاة التي تحبها. وبتتصدم أليكس من ده. وبعد فتره في المدرسه بتلاقي أليكس وصديقتها وردتين، واحده بيضه وواحده حمراء، وبيبصوا جنبهم وبيلاقوا لينج وجون اللي بيقولوا لهم اهلا. وبتقول صديقه أليكس ده اختبار صعب جدا، من الصعب الاختيار. وبتلمس أليكس الوردة البيضة وبتقول إنها لطيفة ومراعية. وبتكون وردة جون اللي بيحطها لصقة جروح ويقول لها لا مزيد من الكعب العالي، أشعر بالسوء عليكي. فبتقول له حسنا. لكنهم لما بيروحوا الملاهي وأليكس فرحانة جدا وبتلعب بيقول لها جميل جدا، لكنك لم تعودي طفلة، كوني أكثر استقرارا. لما بتروح تشتري مشروب بيمنحها من ده حتى الآيس كريم. ولما بتشتري حاجة من وراه وبيشوفها بيقول لها أعيديها مرة أخرى. وبتزعل أليكس وبترجع مرة تانية للواقع وبتلمس الوردة الحمراء وبتقول لكن الوردة الحمراء دافئة أكتر وأكتر صدقا من أي شيء. وتتخيل إن هو لو شافها تعبانة من الكعب هيتريق على شكل رجليها ويقول لها إن أصبح لديك قلب على قدمك. وبيلبس الجزمة وبيمشي بيها هو ويقول لها لقد أصبحت أنثى أكتر منك. وتزعق هي وتقوله لقد تحملتك فترة طويلة جدا، وتطلع تجري وراه. وتتخيل ان هما لو راحوا يلعبوا سوا بيبصلها ويقول لها ماذا تفعلي، هل انت ساذجة؟ وبعدين يقول لها ازاي تعملي فيا كده ويقع وهي تضحك عليه، وان هو بنفسه اللي هيجيب لها الحلويات لكنه بيحط عليها فيتامينات. وبيقول لها سأقوم برميها الآن إذا لم تكوني تريدي أكلها، لكنها بتاخدها كلهم وتاكلها بسرعة. ويضحك لينج عليها هنا. وهنا تسألها صديقتها هل ستختار الوردة البيضاء أم الحمراء؟ فبتقول سأقوم باختيار هل من سيقوم بالسيطرة عليا أو من أصبحت متعودة عليه خلاص. فبتقول لها فكري إذن. بتقول لها لكني قمت بالاختيار خلاص. وبتاخد الوردتين في إيديها وبتطلع وبتبتسم للشابين وبنفهم إن هي اختارت لينج. وبتقف تتصور معاه وبتيجي صديقتها وبتشد إيد لينج وبتعمل قلب معاهم وبتتصور. لكن لينج وأليكس بيتصدموا من ده. وبتقول أليكس ماذا سأفعل لو أفضل صديقة ليا واقعة في حب حبيبي. وبيبان ان أليكس اتعرفت على صديقتها ازاي، وان هي فيهم كانت ماشية مع لينج وتعرضت يسل ومضايقة قصادهم. لكن أليكس بتنزل وبتساعدها وبتخلي اللي كانوا بيضايقوها يمشوا وبتمد ايديها ليها وتقول لها هل انتي بخير؟ والبنت بتبص على لينج وتقول في سرها هل هو الطالب الشهير؟
وتاني يوم وياسو ماشية بيقول البنات انظروا إلى تنورة تلك الفتاة، وبتتكسف ياسو جدا وبتطلع تجري وبتلحقها أليكس وتغطيها، ويساعدهم لينج ويقربوا من بعض من هنا، ويبدأوا إن هما يخرجوا سوا ويلعبوا سوا. وتقعد أليكس وتقول سأشتري ليكي زجاجة ماء، وبتقول لها لماذا أنت لطيفة جدا معايا؟ فبتقول لها لأننا أصدقاء سأفعل أي شيء لك. فبتقول لها حتى إن أنا أطلب منك تنفصلي عن لينج. فبتقول لها ماذا؟ وبتخاف هنا أليكس جدا، فبتضحك البنت وتقول لها أنا أمزح. فبتقول لها لقد أخفتيني. وبتقول هنا أليكس إن الجو جميل جدا. فبتقول لها لأن الشخص الذي أحبه موجود هنا. وبتبص أليكس باستغراب وبتلاقي لينج. بعد شوية بيقعدوا سوا وبتسألها أليكس هل الآيس كريم بتاعك طعمه حلو؟ وبيقول لها أيوة خدي جربي. لكن ياسو هي اللي بتيجي وبتاكله منه وبتقول طعمه حلو. وبيستغرب لينج وأليكس جدا. وبنيجي هنا المشهد الصورة مرة تانية وبيقول لينج لنأخذ صورة أخرى، وبيقولوا هيا. وهنا بتشد لينج أليكس وبتقبله، وبتتصدم ياسو من ده جدا وبتاخده أليكس في الوقت ده وتمشي، وتخبي ياسو صورة لينج وتبص عليها هي وأليكس وتفتكر صداقتهم سوا وتقول لكن، وتزعل وتبص عليهم هما ماشيين وسايبينها. وبعد فترة من عيش أليكس ولينج سوا في بيت واحد في علاقة حب جميلة، بتدخل أليكس عليه وهي مظبطة نفسها، وبيتصدم لينج جدا منها ويبص عليها ويقول لها أليكس نحن معا لمدة شهر واحد فقط، أليس هذا السريع قليلا؟ ويتكسف. فبتضربه بالكف وتقوله أنت ماذا تقول يا لينج؟ لماذا تنام بعد؟ وبيتضايق لينج وبيروح النادي وبيقف مع صديق ليه وبيشوف اتنين بيحبوا بعض قصادهم، والفتاة بتقوله حبيبي أنا أحبك، وعمالة تحب فيه وتقوله كلام رومانسي. وبتيجي أليكس اللي بتسلم عليه بكتفها وتقوله سأنتظرك بعد قليل، وتمشي وتسيبه. ويقوله صديقه من هذه؟ هل هذه حبيبتك؟ ازاي حبيبتك بتعاملك كده؟ ده كأنكم مجرد أصدقاء. لا لا لا، أصدقاء مين؟ ده انتوا ولا الإخوات، لا يمكن يكون هذا. فبيقوله لا أعرف ماذا أفعل معها. فبيقوله أنا لدي فكرة خدها للمنزل المسكون. وبيستغرب لينج وبيفكر في كلام صديقه اللحظة وبيضحك. وهنا نكون خلصنا أحداث الجزء الثالث. أتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم. لو عاوزين ملخص الجزء الرابع والأخير ما تنسوش توصلوا الفيديو ل1000 لايك في أسرع وقت ممكن. وقبل أي حاجة ما تنسوش تشتركوا في قناتنا وتزودوا عائلتنا الجميلة فرد جديد. ولو الفيديو عجبكم ضغطوا اللايك الجميل وكومنت أجمل عشان نستمر ونقدم أكتر. وبس يا حلوين، أسيبكم مع تعليقاتكم الحلوة زيكم، بحبكم أوي، شكرا لكم جدا على كلامكم حلو زيكم. وبس، باي باي.